مرحب بكم مرة تانية وتالتة ورابعة في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز الأسباني. يا جماعة أنا الخامة اللي بشتغل فيها هي خامة واحدة بس، ما بشتغلش في غيرها. الكوارتز في مصر إما صيني أو أسباني مصنع في الصين اللي أنا بشتغل فيه. محدش بيقول كلمة مصنع في الصين دي غير أنا، لأن ده اللي أنا وصلني من المستوردين. صيني واسباني، ده اللي قدامنا مصنع في الصين، يعني جودة اسباني او شركة اسبانية بتصنع في الصين. وفي هندي وفي تركي. الهندي انا ما بشتغلش فيه، والتركي ما اشتغلتش فيه قبل كده. الهندي مش مضمون لان في ناس عملوه عندهم وبقع، والصيني التاني بيتخربش وبيبقع، عملنا عليه تجارب لقيناه سهل ان هو يتجرح وسهل يبقع. الكوارتز اللي قدامنا ده كوارتز اللي هو لو سألت اي حد هيقول لك ده اسباني. مواصفاته ايه؟ صلب جدا، 5 اضعاف الجرانيت الطبيعي. لو حاولت تخربشه بالمسمار الصلب الحامي او السكينة مش بيتخربش، بيعمل علامة سودة وتغسلها تطلع. العرق بتاعه موجود في الوش وفي الظهر وفي الداخل، مهما تغسل مهما تصنفر بتلاقي العرق موجود معاك. هنشوف رأي العميل والمدام ونرجع لكم تاني. باشمهندس، عايزين رأي حضرتك في الشغل الكوارتز. رحيم، لا الصراحة الشغل هايل بجد، هايل هايل وأحسن من ما كنت بشوف حتى على اليوتيوب. شيخ، في أي ملحوظة حضرتك عايز تقولها؟ لا والله بجد في الشغل أو التعامل؟ والتعامل الصراحة يعني مواعيد مظبوطة 100%، وأحسن من ما كنا متصورين الصراحة. وتعامل بثقة وخدمة ما بعد البيع. يعني تاني مرة شيخ خالد جاي لنا عشان حاجه صغيره جدا. البوتاجاز كان المفروض ينزل وما كانش، كنا البوتاجاز لسه احنا اللي جايبينه، يعني كان دي حاجه مننا هنا، مننا احنا، غلط مننا والشيخ خالد هو اللي جاي. بجد الشغل يعني التعامل مع الشيخ خالد حاجه بجد ما شاء الله. يعني الواحد بيسمع عن العمال والتعامل بيبقى صعب معاهم، بس الشيخ خالد بجد حاجه ثانيه. مش عمال، انا بجد. نسمع المدام طيب. الشيخ خالد، يعني الشيخ خالد حبيبنا كلنا يعني. لا بجد تحفه 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 وما شاء الله، ويعني لازم تتعاملوا معاه. انا عاجبني جدا شغل الشيخ خالد، احنا عرفنا الشيخ خالد من اليوتيوب، من قناته اصلا. وانا عايشه في المانيا وجيت مخصوص عشان اتفق معاه، وبصراحه هو عمل لي المطبخ اللي انا كنت عايزاه فعلا. وهو اهم حاجه عنده المواعيد مظبوطه جدا، حاجاته جميله جدا، والمطبخ زي ما انا كنت عايزه اعمل. انا كنت عايزه حاجه جميله جدا يعني، فهو عملها لي بالظبط. انا عايز اقول بس حاجه كمان، تعامل في التعامل المادي بثقه. الله يعني بجد الله اكبر. يعني انت تتعاملوا انت يعني حضرتك تعرفني من ولا اعرفك غير عن طريق اليوتيوب والله العظيم بجد. تمام. ما كنت انا مسافر بره، والمدام هي اللي اتصلت بيك وادت لحضرتك العربون، وفي الميعاد المظبوط بجد حضرتك جيت فيه قبل الميعاد. قبل الميعاد. في العربون كان كام في المية تقريبا؟ كان 60% تقريبا. في ناس بتستكتر موضوع ال 60%، بتستغرب يعني. والله لا بجد، يعني بامانه الشغل كمان ممتاز، واللي بيقولوا عن التجربه وكل اللي هو بيعمله. كمان ايه، احنا قلنا له احنا عايزين في الميعاد دوت يوم كذا يتعمل لنا المطبخ يعني عشان احنا لظروف سفر. فانا عايشه في المانيا وجيت مخصوص عشان اتفق معاه. هو جه بالظبط في هم اصلا كل اللي جه وشاف المطبخ قال لي مين اللي عامل المطبخ ده؟ قلت له الشيخ خالد، واحنا عارفينه من على اليوتيوب. شكرا يا باشمهندس، وشكرا يا مدام على ثقتكم فيا، والف مبروك ليكم، وان شاء الله يعني تكونوا سعداء بالمطبخ. واي ملحوظه في اي وقت تتصلوا بيا ان شاء الله اجيلكم. يعني انا مش من النوع اللي بعمل الشغل مثلا وخلاص بعد كده معرفوش. الحمد لله علشان ضامن شغلي. حتى لو في بعد كده اي ملحوظه عايزه تتعمل فيها حاجه مثلا بروح اعملها عادي جدا يعني. بالامانه يعني انا شفت فيديوهات كتير ناس، انا بحب موضوع الرخام ده، وشفت كتير الصراحه ناس الواحد بيحس ان هو مش مستريح له. فين الغطا بتاع الماسوره دي؟ هي كان شايلاه عشان خاطر الغاز، كنا خايفين بتوع الغاز. ثواني.
ده غطا؟ ده غطا صراحه اختراع الشيخ خالد ليه، بس الصراحه احنا كناش طالبينه، هو اللي عمله لنا. ده احسن حاجه صراحه يداري موضوع الشيخ خالد فاجئني بالحركه الجماليه دي بصراحه، كانت محتاجاها في المطبخ بس انا ما كنتش عارفه بتتعمل ازاي، هل من الخشب هل مش عارفه، سكت يعني فلقيته هو بقى عاملها بصراحه اتبسطت جدا. يعني دي عاملها من مكان البوتاجاز، من الحته بتاعت فكانت جميله جدا بصراحه. المفروض اخد عليها دي 25 جنيه على الاقل. المفروض يعني ما كناش متفقين كمان على حاجات جماليه كده اهوت في المجال نتفق. بفكركم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. ويا جماعة التفاعل عندي في القناة ضعيف جدا، الناس اللي بتستفيد من الفيديوهات سواء كانوا صنايعية او اصحاب شغل رخام، يا ريت ما تساعدوا القناة شوية بان انتوا تعملوا لايك. ولو تعرف تعمل 2-3 لايك لا دي مش هتنفع طبعا. اكتب كومنتات كتير تحت الفيديو بتساعده على الانتشار، وكل ما تشوف فترة طويلة من الفيديو، فترة أطول من الفيديو، بيكون ده في مصلحة الفيديو ومصلحة القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.